فيكم السادة المشاهدين، معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامجنا وبرنامجكم مساحة حوار. شبابنا الكويتي مبدع في كل المجالات، رياضية وكذلك اجتماعية، علمية، أكاديمية، فما بالكم بالجانب التطوعي والذي يهتم بمساعدة الآخرين. نماذجنا كثيرة، واليوم مع واحدة من أهم هذه النماذج بدولتنا الحبيبة الكويت نتعرف على شاب كرس وقته وجهده وإمكانياته لخدمة الآخرين. تابعوا معي الحلقة. مهندس سليمان الخضري، رئيس فريق الاستجابة والإنقاذ، حياك الله معي في هاللقاء. الله يحييك ويبقيك يا رب. ما تتخيل سعادتي وأنا أقابل مهندس ولكن عنده شغف بمساعدة الآخرين، ودائما يكرس جهده وإمكانياته ووقته وهو الفريق اللي معه لمساعدة المتضررين من الطرق. فقواكم الله. الله يقويك، بالعكس شهادة نعتز فيها. الله يسلمك. البداية تخليني أقول لك ليش الاتجاه إلى هذا النوع من العمل التطوعي؟ حلو. طبعا العمل التطوعي أنا كنت ملتحق بالعمل التطوعي منذ الصغر، يعني نعم. من عمري تقريبا 11-12 سنة، وأنا ربيت في أسرة تحب العمل التطوعي والعمل الخيري يعني. نعم. ولله الحمد، الله يرحمه، والدي كان يخدم في وزارة رحمة الداخلية، الله عليه. فحتى بعد التقاعد للحين كان متمسك في انه يساعد الناس في الطرقات والآخر، يعني حتى كان ياخذنا من المدارس مو تصير زحمه عند المدارس. نعم. فحتى بعدين حتى وهو كبير بالعمر الله يرحمه كان ينزل رحمة ويمشي الله. السير، وهذا فتعلمنا وتربينا على مساعده الناس. فهذا اللي خلاه يعني غرس قيمه العمل التطوعي او مساعده المحتاجين حتى من واحنا صغار الى انه ولله الحمد يعني كبرنا. ممتاز. فهي عبارة عن قيمة متجذرة داخلك، عدل؟ منذ الصغر. زين. صح. أنا الحين أنتقل معاك بصفتك مهندس ورئيس للفريق. خلني أتكلم شوي عن دورك الإداري في تنظيم الفريق والتواصل مع الآخرين، ومن ثم أنتقل إلى الفكر الهندسي وتوظيفه بالفريق. حلو. عندك مسارين، وين بتروح؟ تمام. تنظيم نتكلم ولا عنهم هندسي؟ كلهم. يلا، تنظيم ولا هندسي؟ لا، تنظيم. روح تنظيم. تمام. طبعا بالنسبه حق موضوع الهندسه او التنظيم او انه مثلا كوني معلم او نعم. انك الى اخره، انا يعني اعوذ بالله من كلمه ان الفريق التطوعي اللي احنا انشاناه هو مو مجرد والله ان انا انشئ فريق تطوعي واقول ان انا فريقي التطوعي مثلا اسمه الاستجابه والانقاذ وان انا اقوم في اعمال خيريه وخلاص. نعم. احنا لله الحمد لما كونا الفريق يعني قعدت يمكن سنه كامله انا واخوي راكان الحمد والمؤسسين، كنا 5 فقط. يعني اسسنا الفريق على منهج معين، حتى اللوجو مال الشعار مال الفريق قعدنا يمكن 4 شهور على اساس بس نصمم اللوجو اللي احنا نبي نسويه حق الفريق. فاحنا كفريق الاستجابه والانقاذ الكويتي التطوعي احنا نعتبر مؤسسه غير هادفه للربح، كونها نعم. مثل اي مؤسسه او اي شركه ان غير كانت خاصه غير ربحيه بتاتا، ما في لا على قولتهم مقابل نهائيا، ما نبي الا الاجر من الله سبحانه وتعالى. لكن احنا لما نقول مؤسسه يعني فيها اقسام، صح ولا لا؟ فاحنا مدققين حتى من هالناحيه بان احنا حتى السنه الجايه ندري ان احنا شنو راح نسوي السنه الجايه او شنو الخطوات او الانجازات او المهام اللي راح نسويها السنه الجايه وفق جدول زمني معين. وزياده على هذا احنا كاداره فريق مسوين عديد من اللجان، يعني تخيل ان احنا حتى كفريق تطوعي، واحد يمكن يقول لك انت فريق تطوعي ايش حق اللجان؟ لا، احنا عندنا لجنه مثلا اللجنه الاعلاميه. شنو تخصص اللجنه الاعلاميه؟ في رئيس حق اللجنه الاعلاميه يدير اعلاميين تحته، اللي هو اللي لما الشباب يصورون وحتى يدير إعلامية المشروع كله. بالضبط، من حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. الفيديوهات. نعم. اي مؤسسه ان كانت حكوميه او خاصه يطلبون منا مثلا فيديو على المهام اللي قاعد نقوم فيها، فهذه اللجنه لها المهام الاعلاميه الكامله المتكامله في انشاء مهامها الاعلاميه. تمام. عندنا مثلا لجنه المقابلات الشخصيه، ترى احنا مو اي عضو يجيش عندنا فريق الاستجابه والانقاذ الكويتي التطوعي، عندنا شروط معينه يجب ان تتوفر في هذا المتطوع لقبوله في الفريق. واللي حددها هذه اللجنة، واللي حددها لجنه المقابلات الشخصيه. نعم. مثل اللي ماسكها عندي اخوي باسل. نعم. يسوي مقابله شخصيه كامله كانك انت تبي تتوظف في شركه او قطاع. هذا بيتعلق بالجانب التنظيمي. بالضبط. والهندسي شلون موظف في الموضوع؟ الهندسي خل اقول لك شغله، احنا الناس عبالهم ان احنا فقط ان احنا ننقذ السيارات، انه والله تركب قلص وتسحب. تخيل بان القلص هذا لا مسافه معينه، لا وزن معين، لا، يعني احنا دائما نقول العمليات الانقاذ اللي احنا قاعد نقوم فيها يعني زيادة على أن مساحة وطول وتعرف الكثافة وكذا، هي تعتمد دائما على الفيزياء. يعني كل شيء فيزياء. المساحة مثلا كل ما زادت المساحة كل ما قلت قوة القلص. فلازم أنت تكون عندك هذه المعلومات. ولله الحمد يعني حتى احنا فريق الاستجابة والإنقاذ الكويتي في العديد نتبادل الخبرات ما بيننا وبين بعض احنا كأعضاء. صحيح. يعني عندنا ما شاء الله معلمين. نعم. عندنا مدراء في شركات خاصة. عندنا اللي ملتحقين في إدارة عمل الإطفاء العام. نعم. مثلا عندنا في وزارة الداخلية، عندنا في الجيش، كلهم متطوعين لخدمة
الوطن والمواطنين والمقيمين في ارض الكويت. طبعا كل هذه احنا نتبادل خبراتنا ما بيننا وبين بعض. يعني مثلا اللي موظف في مثلا في وزاره التربيه او مثلا في جامعه الكويت ممكن يساعد الاعضاء في كيفيه التعامل مع المجتمع، لان انت قاعد تتعامل مع فئات مختلفه صحيح. من المجتمع. عندك مثلا اللي بالاطفاء يعلمنا شلون استخدام بعض المعدات الخاصه في الحرائق وغيرها. يعني على فكره عندنا دكاتره هم ما شاء الله طب يعني بالاسنان وغيره، هم ممكن يعطونا بعض الدورات الخاصه في الامور هذه. طيب الحادث اللي صار لك اثناء الانقاذ اي ما هو- خلاك وانت كنت على يعني في مرحله حرجه، صحيح. ما خلاك تبتعد عن المجال؟ واشرح لي بسرعه اللي صار معك. حلو. طبعا احنا كفريق استجابه والانقاذ الكويتي والعمليات الانقاذ اللي قاعد نقوم فيها في العديد من المخاطر اللي قاعد نواجهها والمجتمع ما يدري عنها، او انه مثلا بس اللي يدري عنها اللي تصير في الوقت نفسه وقت الانقاذ. لكن ترى احنا على فكره يعني احنا صحيح احنا متطوعين في مجال الانقاذ، لكن احنا حالنا حال رجال الاطفاء والحالة معرضين نفسها، بالضبط معرضين للخطر. حالنا حال رجال الاطفاء، حالنا حال اي شخص قاعد يقدم مساعده في يعني في مكان خطر. فمع هذا احنا قايمين في احتياطاتنا من ناحيه الامن والسلامه. يعني احنا الحمد لله ماخذين بعض الدورات ومتعلمين وكذا، لكن يعني تصير. قضاء الله وقدره تصير، يعني الحوادث تصير، ممكن انها تصير. فاحد هذه الحوادث مثل ما قلت بان يعني قدر الله ما شاء فعل، انه افتلت القلص من السياره اللي كانت قاعد تسحب الشاحنه. دش عليك. اي ومو بس القلص اللي دش، يعني شنو اللي ان القلص طق بالجام وتنثر الزجاج كله على وجهي ودشت زجاجه برقبتي، والله يكافيكم الشر يعني دشيت حتى العنايه وكنت في غيبوبه تقريبا 2 إلى 3 ساعات يعني. فانا ما صحي، انا عبالي صاحي بروح الدوام ان انا لا والله في المستشفى، وصار عندي خياط ونزيف وكذا، وقعدت فتره يعني من الزمن بالمستشفى. بس الحمد لله ان عقب ما طلعت باسبوع رديت استلم بلاغات. لان سبحان الله. فيك هالشيء مو توي قاعد. بقول لك شوف، احنا دائما في شغله نقولها حتى حق المتطوعين اللي معانا بالفريق. ممكن تتطوع في اي مجال تطوعي كان، اعمال خيريه مثلا، في فرق تابعه احد اللجان الخيريه مثلا اللي يوزعون وجبات وكذا. لكن التخصص اللي احنا فيه اللي هو تخصص الانقاذ، لما تدش في فريقنا مثلا فريق الاستجابه والانقاذ، صعب انك تطلع منه. يعني انا دائما اقول حق الاعضاء اتحداك تطلع من الفريق. ليش؟ لانه هو مو مجرد بس فريق تطوعي ان انا اقوم في اعمال تطور خيريه. مهاراتك. اول شيء انت قاعد تربط بين الهوايه والعمل التطوعي. ليش؟ هي هوايه اوف رود ترى، يعني احنا بالاول والاخير سياراتنا مجهزه للطرق الوعره. يعني تدري دائما اشبه اللي احنا قاعد نسويه في الافلام الثقافيه اللي قاعد تنعرض في بعض القنوات المختلفه. نعم. اللي هو مثلا شلون تتحدى نفسك ان انا اسوي، يعني انا اشوف البلاغ اللي قاعد يوصل لي هذا اختبار، هل انت تنجح بالاختبار او لا؟ في كل مره عندك نعتبر هذا اختبار المعيار. جديد. نعتبر هذا اختبار جديد. ولله الحمد يعني اللي يخلي الاعضاء متمسكين في هذا العمل التطوعي وهذا، ان احنا دائما نقول احنا مو بس فريق تطوعي، احنا اسره الاستجابه والانقاذ الكويتي التطوعي. يعني تعمق الموضوع عندنا احنا، مو بس انه والله انا احط اداره كفريق. يعني انا ما ابي اكبر نفسي، بس كل الاعضاء يكونون مثل اخواني الصغار. فاهم قصدي؟ يعني احنا الحمد لله كلنا اسره واحده. دائما اقول احنا اسره الاستجابه والانقاذ الكويتي التطوعي، بحيث ان احنا كلنا ترى على فكره يعني ولله الحمد انا اهلي يعرفون اهل كل الاعضاء الموجودين، كلنا عددكم؟ صرنا ما شاء الله 45 شخص. ما شاء الله. اي طبعا الاعضاء قابل للزياده والنقصان على حسب مقدره المتطوع في شنو الاستمرار معيار بالعمل القبول؟ التطوعي. العمر فوق 18 سنه، من ال 18 سنه الى ال 21 سنه لازم موافقه ولي الامر، يكون عندك سياره دفع رباعي، عندك وقت فراغ ان انت تقدر تستلم وتساهم معنا في الاعمال التطوعيه المختلفه. هذه وتوفير العدد والادوات، لان انت مثل ما انت عارف احنا الفريق يعني كله على نفقتنا الشخصيه. وعلى فكره كل الاعضاء قاعد يوفرون عددهم وادواتهم على نفقتهم الشخصيه، حتى تجهيز مركباتهم. مو انت اللي تجهز ولا تعطي عده ولا شيء؟ لا، كل واحد يصير يجهز. مرات تستعير من احد متاخر ممكن ناس عادي. وهم احنا كاداره فريق عندنا شيء وايد يميزنا بفريق الاستجابه، ونخلي نعطي دافع حق الاعضاء بان احنا عندنا مكافاه شهريه كل شهر او شهرين، نعطي العضو المميز بعض العدد والادوات كهديه من اداره الفريق كدعم لهذا المتطوع لانه يستمر ويانا. ممتاز. بالضبط. وعددكم كل سنه يزداد؟ والله في زياده ونقصان على حسب الموسم وعلى حسب مقدره الاعضاء نفسهم. انتم مواسم اعتقد بالشتاء ولا بالضبط. طول السنه؟ احنا بالشتاء يصير علينا لود. ضغط، لود قوي، وحتى اقبال الناس على انهم يلتحقون معنا، لان احنا ترى على فكره يعني نقوم في اعمال خيريه وهم عندنا انشطه مختلفه. يعني مثلا نطلع كشتات مع الشباب، عندنا سفرات برا دوله الكويت، سفرات رحلات يعني هم فيها تبادل ثقافات، شلون تستخدم السياره. يعني احنا بالكويت مثلا ما عندنا الرمل الناعم نفس صحراء الربع الخالي، سوينا رحله حق صحراء الربع الخالي وصار فينا مواقف هناك، وشلون تتعامل مع الرمل والبيئه المناخيه المختلفه. يعني كل دوله لها بيئه. تطورون مهارات الجروب بكل المجالات. بالضبط. وتشوف انه يعني
كل فتره هالمهارات لما تتطور خبرتكم تصير اكبر. بالضبط، يعني إحنا الحمد حتى احنا مثلنا كاول دوله خليجيه نعم. تمثل دول الخليج في احد البطولات الخاصه في الاوف رود في المملكه الاردنيه الهاشميه، وخذنا المراكز الاولى، يعني ولله الحمد كاول خليجيين يشاركون في هذه البطولات. ممتاز. وباسم الفريق ترى رايحين، يعني رحنا انا وراكان اخوي، احنا كنا المتسابقين وخذنا المراكز الاولى يعني كمتسابق في الأوف رود. كاول متسابق خليجي في هوايه الاوف رود. ما شاء الله عليك. نعم. لان عندك حب حق بالضبط. الانقاذ ومهيئ الموتر. صحيح. بس اعتقد انه مكلف. اي مكلف، يعني انا اقول لك تجهيز السياره اغلى من السياره نفسها. اي بالضبط، مكلف حيل صحيح. شو اللي يخليك تسوي كذي؟ هي قلت لك ربط الهوايه بالعمل التطوعي والخيري، وصدقني شفت الفلوس اللي احنا قاعد نقطها قاعد تحوشك راحه نفسيه ما تتصورها، ما تحس بالفلوس. يعني اقول لك الشعور شنو، مثل شنو؟ انت الحين مثلا صار يوم ميلادك او تخرجك او شيء، صح ولا لا؟ انا الحين اصرف واجيب لك هديه، انا راح يضيق خلقي ولا راح استانس؟ اكيد راح. نفس الفكره، فانا شاري هديه حق سيارتي عشان اعطيك حق المبلغ. بس اعتقد انه بس انت انعرفت ما شاء الله عليك معروف بالكويت بفريقك التطوعي وبهذا الجانب التطوعي بانقاذ الاخرين. كل الشكر والتقدير لك مهندس. لا الشكر على واجب. عندي العديد من المحاور اكملها معاك الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله تكون معنا ان شاء الله. اذا الساده المشاهدين مستمرين معاكم الحلقه الجايه مع مهندسنا سليمان الخضري، خلكم ويانا.